السلام عليكم ورحمة الله. متتبعينا الكرام، كما وعدتكم في آخر مباشر غنمشيو للميدان باش نتقربوا للناس، باش نعرفوا الخصائص والحاجات ديالهم. خلال هذه الزيارة قررنا نزوروا أبعد نقطة وآخر دوار يقدر يوصل ليه الإنسان، اللي هي قرية أمندار، واللي بزاف الناس كيقولوا لي أخويا أمين ما أخبار لبؤات الأطلس، ما أخبار النساء اللواتي بنين المسجد؟ فهناك أخبار تقول بأنهم كلهن ماتوا وبقي المسجد لوحده في القرية. إذا الخوت اليوم غنمشيو للدوار هذا، وأنا في طريقي كتشوفوا بأنه هناك آثار الزلزال. الطريق لا زالت مقطوعة على قرية أمندار، يعني توقفنا بالسيارات بعد معاناة وأتممنا الطريق مشيا على الأرجل باش نتقربوا للساكنة ونتأكدوا من جميع الأخبار ونعرفوا شنو هو الخصاص ونتعاونوا معهم جميعا. لذا أطلب من الجميع أن يتحرى الأخبار قبل نشرها، وجزاكم الله خير. يعني دابا زعما الحاجيات اللي محتاجين دابا الناس حاليا. المواد دابا جاو، المواد الغذائيه جات. الله الخير. دابا كاين خصنا السكنه. دابا الا كانت الشتا راه كلشي غيتكرفس، كلشي غيتكرفس. داكشي اللي جابوا الناس كامل غادي، داكشي اللي جابوا الناس كامل غتمشي، داكشي اللي جابت الجمعيات غيمشي، داكشي كامل كلشي داكشي غيمشي الا كانت الشتا. علاش داكشي محطوطه في الخيام؟ محطوطه شي في الخيام، وماشي شي خيام اللي تقول شي خيام تعتمد عليها، ماشي كياطن. ما كاينش اللي كيعطينا على الميكا، كاين الميكا على انتوما اللي مصوبوهم. الاغلبيه هنا فيها ديال السيرات، هذوك القدام كتلقاهم مشرقه ومخيطه. اخوان، واحد الفيديو كان كيدور في فيسبوك وتيك توك، الا شفتوه كيقول لك اودي دوك العيالات راه ماتوا كاملين في الجامع. لا وحده اللي جوج اللي ماتوا ثلاثه. نعم اخويا، العيالات الله يرحمهم ويوسع عليهم. الله يرحمهم ويوسع عليهم. وثلاثه جوج د الرجال، وكاين البنات والاطفال. مجموعه 18 الله يرحمهم ويوسع عليهم. بارك الله فيكم. وبالنسبه للمسجد راك ولا ما راكش؟ شويه شويه المسجد السواري صحاح كلهم، انا شفتهم بعين الباب الحمد لله. ولكن الحيوط كاين الحيوط قدام بنوا عليهم اصلا. يعني غيتشارجاو؟ لا، غيطيح من جديد الحيوط يتبنى. اما الصاريه واقفه كامله، والصاريه اللي دايزه فوق 100% صحيحه. ياك الجماعه هادشي اللي كاين. والصومعه حتى هي واقفه كما طاحت مزيانه الحمد لله. الحمد لله. لا كانت داك الشق اللي كاين مثلا نقول لك 10% باقي خصو يتصلح، 10 اكثر تقدير 15%. انت المسجد بقى. نعم. على سلامتكم. الله يجعلها مغفرة للذنوب. ما كاينش الناس فين ينعسوا، الدراري مكرسين الصغار، العيالات الحاملات والدراري، الناس الكبار ما كاينش اللي فين ينعسوا، ما كاينش فين. المهم الخير، الماكله الشراب كلشي كاين، ولكن اللي مهم السكن. ما كاينش الناس فين ينعسوا، كلشي جاي لقدام. البرد الناس غادي يتكرسوا. دابا حنا اش كنطالبوا غير بالسكن. الله يجازيكم بخير المحسنين ولا الدوله ولا اي واحد. بغينا السكن. انا كندوي باسم الدوار كامل. الا جا البرد غيموت اكثر من اللي ماتوا في هذا الكارثه، اكثريه الدراري الصغار والناس اللي كبار. مازال نقير بحالنا حنايا غادي نصبروا شويه، ولكن الناس الكبار والدراري الصغار غادا تلقاوهم ميتين من البرد. المهم ما غاديش نقول لك شحال من درجه، ولا المهم تحت الصفر. الثلج لا طاح راه الناس غتلقاوهم تحت الخيام ميتين. غتلقاوهم تحت الخيام ميتين. كنتمناو السكن يكون في اسرع وقت، تكون الوتيره ديالو سريعه شويه باش يوصل الناس مباشره، يعني في اسرع وقت. اذا ما وصلش راه غادي نتكرفسوا اكثر من الزلزال. دابا اللي خلاه الزنزار يقدر يدير البرد، والناس ما عندهمش فين يمشيو. هنا فين ساكنين ما عندهم فين يمشيو، والناس ما في حاله الماديه ديالهم عيانه، ماشي شي. المهم راكم عارفين، وحنا كنعانيو اصلا من غير هادشي هذا، وتزاد علينا والحمد لله على كل حال. الحمد لله. وتزاد علينا الزلزال هذا، يعني ولينا ساكنين برا، يعني ما بقاش عندنا ديور، ما بقى عندنا والو. دراري صغار دابا حنا كنبكيو على الصغار بزاف، يعني يقدروا يتكرفسوا، يقدروا يموتوا،
لانه البرد ما وقت الثلج اللي جا هنايا غيعرف شنو كنقول ليه، اللي ما ساكنش هنا ما غاديش يعرف تقول ليه الثلج وقع في الديور وحنا كنعانيو. خصنا 140 قيطون ومازال هذاك القيطون راه ما كافينيش انا بوحدو، انا وعائلتي. دابا راه جبنا هذا بوحدو من الجماعه على حسب المواد الغذائيه، هذا بوحدو وباقي واحد اخر كاع. هو كاع بالنسبه للمواد الغذائيه السامي ما كنجيبهاش شويه قليل مقارنه مع الدواء، ما عندناش فين نحطو. هذا القيطون هو اللي كاين مأمن تقريبا. انا غنخدم معاكم. الله يعطيك الخير. الله يطول عمرك يا شيخ. قال لك الله يطول عمرك يا شيخ. انك تطور ربي. لا نحن ننتع على طاعة الله ورسوله. انما المؤمنون اخوه وانت اخ كبير فاصلحوا بين اخويكم. الحمد لله ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ولا في السماء. قل سمع الله وسمع الله حمد الله وشكرناه. الحمد الله وشكرناه اللي خلف لنا هذه البركه ديال الروح وهذه البركه ديال النظر. الله يجعل البركه. قال الحمد لله الذي ترك لنا بركة في النظر وبركة في روحنا بعد هذه الكارثة. اللي طلعنا بخير وعلى خير اللهم لك الحمد. الله يجعلنا دار المغفرة. الله يغفر لنا ولكم. بارك الله فيك. الله يغفر لنا ولكم. الله يحفظك من كل سوء. امين. واعطانا هدية. اتانا بهدية. قال لي تناولها انت ما شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا وتحبوا. وحبك في الله يا شيخ. خير ان شاء الله. اللهم يسر. اللهم يسر. الله يحفظك. ما شاء الله وقتك وصوشت اللون ما شاء الله. بسم الله على بركة الله. الله يجعلنا دار المغفرة. الله يجعلنا دار المغفرة. صح لكم هذا السيد جاء من مدينة فاس، مهنته نحال، وجاب واحد البيكوب وما لقاش فين يحطها، ماشي ما لقاش فين يحطها، ما بغاش يحطها ويرجع الا ارتاح ليه القلب ديالو عاد يحطها. قال لي غنبقى معاك اخويا امين تنشوف القضيه كيفاش غتخرج. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يرحم موتاكم والله يشافي جرحاكم والله يصبركم. انا بالنسبه لي انتم مضرورين بلا زلزال صراحه. كما قال سي امين انا كان الممارسه ديالي النحل انا وهاد الاخوان بجوج، فصراحه ملي سمعنا الزلزال تصدمنا حنا بحال الناس. وهاد السي امين ما كنعرفوش، انا عرفتو حتى جيت لهاد الزلزال. فجيت لمراكش داك الجو كنت كنطريت كنشوف كيفاش الطريق يعني نهار على نهار، يعني ساعه بعد ساعه كنكتشف حوايج جديده في هاد السيد. انا ولد عمل جمعوي ملي كنت كنقرا في الدراسه بديت كنخرج معاه للميدان، فالحمد لله شفت واحد الحرقه الدوار ديالو قلت له هاد الدوار نعاون، قال لي لا عنده. كنخرجوا كنلقاو الناس اللي كيستغلوا هادشي كيحطوا في ديك البويات، يعني داك الفائض كثر، يعني وصلنا لواحد الدرجه ديال التبديل، واحد الدرجه ديال مثلا ما عندهم ما يديروا بها. مثلا نقولوا الاغطيه ملايه جوج ربعه لكل فرد ماشي 20 ملايه. قلت له السي امين شنو غندير؟ راه ما يمكنليش انا هذه امانه، واللي زاد اثر فيا اكثر هو هذا الشيء راه جاي من الفقراء ما جايش من عند الاغنياء. اذا على ظهري واحد الجبل واخا داك الشيء بسيط ماشي شي حاجه. قلت له قال لي شوف غادي نحاولوا نمشيو، وانا نوريك المرة الناس اللي تقدر شويه. الناس راهم يعني صبرنا معاه يومين وحنا معاه كنباتوا في الدواور وهذه حتى وصلت لهذا الدوار هذا، فتعلمت بزاف. ونتمنى الله تعالى يوقف معاكم ويعاون هذا السيد. هذا السيد راه تيتحارب، كيتحارب من الاعداء، من الناس الاشرار ماشي من الاخيار. نطلب الله تعالى يوفقوا ويزيدوا القدام، وراه ما كنعرفوا ما كيعرفني بيني وبينه نهار ولا يومين. انا نقول واحد الكلمه في حق هذا السيد. هذا السيد ما دارش كما داروا الناس، جاي الكاميو صافي ملي تقلق ما عرف لما يعطيه حطوه في السونطر وزاد. يعني هذا السيد بقى محافظ على الامانه، قال لك تنوصلها لمواليها. من هذا المنبر كنقول ليه ها واحد التحيه جزاك الله خير، هذا واجب. ولكن السؤال ديالي واش ارتاحيتي هنا تحط فيه الامانه ولا لا؟ بالعكس جاب لي بالي ما جبتهمش، خصني نزيد نضحي ونزيد نجيب. اللهم لك الحمد. كملوا الطريق الاخوان. راك باغي ناخذ الكلمه عند السيد. الله يجازيك بخير. الله يعني السكن ديالهم هو هذا الشيء اللي درنا ربما من بعد الزنزانه هنا فين نديروا الناس عايشين غير في الميكا دابا، راه ما يمكنش تدخل تجلس فيها حتى دقيقه المكان، ما يمكنش، ما تقدرش تجلس فيها. والدواور الاخرين كامل اللي كما قلت لك على هذاك الدواور كلهم عندهم الخيام داك الشيء زوين، كلشي اللي عنده بقيات من كلشي، الخيام دوك الكبار. جيت لهنا تفاجأت هاد الاخبار هذه، تفاجأت بزاف. يعني الاخوان كما كتشوفوا هاد الناس هادو راهم داروا غير الميكا.
هذا هو السكن ديال الاسره كامله، 7 الافراد ولا 8 الافراد ساكنين في هذا هنا فين كاين الناس. الفراش عندهم طاحت عليه الدار، ما بقاش عندهم فراش، ما عندهم والو يفرشوا، كيفرشوا خمسه هنايا هو والاسره ديالو ميكا، كيتغطاو بميكا والبرد. دابا راه كاين البرد بزاف، وانت كتشوف الحاله ديالنا هي هذه في هذه الايام. اللهم لك الحمد. هاد القياطن دابا ملي غادي يجي الثلج راه غادي يهبطوا، وراه حنا غادي يتيح معنا ديك الثلج في هاد البلاستيك. دابا راه حنا عايشين دابا حياه جديده دابا في هاد الميكا. هادشي ديال هاد البلاستيك حياه جديده، ودابا الله يجازيكم بخير. حنا هادشي اللي كنطلبوا السكن، اما هادشي ديال المواد الغذائيه والله يخلف على المحسنين، راه وقفوا، راه المسائل ديالهم الناس تعتقوا، سمعتي. خاصنا دابا الطريق وحده الطريق كبيره كاع سموتو الكاليته ديالها، فين ندوزو غير المونه ديالنا وكذا وهذه والضو بعدا ما كاينش نهائيا، التليفونات مقطوعين، الناس كتمشي غير بالبيلات، وخصنا الضواو، وحنا ما غاديش نبقاو نهضروا في الميكا وهذه الحاجه اللي صحيحه قدام، ماشي ميكا اللي باقي خاصنا في الشر قدام. اخوان الله يجازيكم بخير، هاد الناس كفكره والله اعلم، شتا القياطن الا جات تجرى ما صالحينش لهم، الناس غتموت بالبرد ولو القياطن. هاد الناس يا اما غيكون عندهم دعم مباشر استعجالي من اجل اعاده ايوائهم، يا اما خاص يتم الاجلاء ديالهم من هنا، على الاقل يكونوا في المركز قرابين للاسعاف، ريتما نشوفوا هذا الدعم امتى غيوصل لهاد الناس. حنا كنا ناويين نتقداو شي حاجه لهم، ساعه قررنا اننا نفرقوا عليهم زكاه المال. الله يخلف عليك. وكاين اللي يحتاج بها دابا نيت، يعني نتوما شنو كتفضلوا، مال ولا شي مواد اخرى؟ دابا المواد الغذائيه في هذا الحال ديال هذا الشهر كاينه، ديال هذا الشهر ديال هذا الشهر الله يرضي عليك. اما الا فات هذا الشهر وراه ثاني اللي سميتو المساهمات ثاني، المعاونات ثاني، سمعتيني كيفاش؟ انا واخلين كذا والله نديروا الميكا ما تهزلكش مثل هاد الميكا، ما تحبس لك البرد، ما تحبس لك البرد، ما تهز لك الثلج. الا طاح المتر ديال الثلج غادي تهز لنا هاد الميكا، غادي يطيح علينا هاد الميكا والثلج ديالها. الريزو ما كاينش، الضو ما كاينش، بالشمعه اللي جاب الشمعه يضوي بها. اخي حمزه، ساعطيك بعض المستجدات لكي تعلم ماذا قلت لك. يقول هذا طفل. امتى بديتي الخدمه في المحلبه؟ عامين. هذا طفل بدأ العمل في محلبه، قل محل لمواد التغذية. بدأ العمل 2 سنين، يشتغل تقريبا على الساعة 6 صباحا. ليس هو صاحب المحل، إنما هو طفل يشتغل لدى صاحب المحل، يشتغل في مدينة طنجة. هو يشتغل على أباه وأمه وأخته. الثمن الذي يربح هو $150 شهريا، يعني نقول $5 لليوم، يعني هو مغترب بعيد عن أبائه ويشتغل $5 لليوم. لما أتى الآن وجد أمه توفيت وأباه توفي وأخته. إخوانه أقول واحد فكرت ولا لقيتي جيتي وكتم باك وخوتك مشاو والدار تريبات اش غادي؟ أول واحد بقى فيها هو هاد الدري. لا إله إلا الله، ولكن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إخوان كنحاولوا نقربوا لكم الصورة. إخوان كنحاولوا نقربوا لكم الصورة، بحكم حنا كما قلنا لكم كاين اتصالات مع الناس، كنقول لكم داكشي اللي كاين. يعني في الأول كانوا كيقولوا ودي بغينا الخبز بغينا ما ناكلو، من بعد ولاو كيقول لك ودي بغينا القياطن. دابا حاليا كنقول لك كاين عدة دواوير، كاين عدة دواوير كيقول لك ودي جاي الثلج. يعني هذه فقط أفكار تنبؤات قبل وقوع الكارثة. شحال عندكم من أسرة في المجموع؟ 129 حيد 5 129 أسرة. 129 أسرة. 5 أسر إن شاء الله استفدوا معنا ب 500 درهم، و24 أسرة. ضربها في 400 درهم، شوف شحال أخويا؟ لا نضربها على 124. على 124 992 ألف فرنك. سير 4 مليون و192 فقير. دابا هادي 4 مليون هاهما، هي باينة. شحال قلنا هنا؟ 200,000. 4 مليون ونص. 5 دنانير قل 20,000 ريال. هاكا. شحال داو العيالات؟ داو 50,000 ريال. هي شحال ولات في المجموع؟ ما تعاون معايا فيها 5 مليون و30,000 اللي شد دوار امن دار من طرف محسنين جزاهم الله خير. الدراج يساهم ب 5,000 درهم. حاجة زبيدة عندها امانه ديال 10,000 درهم. الله يخلف عليها. حاج بوزيان وابنائه وعائلته عنده 12,500 درهم، والمبلغ المتبقي
فهو من طرف حاجة عيشة 2000 درهم، حاجة فاطمة 1000 درهم، نور الدين 5000 درهم، جواد 2000 درهم، مليكة 2150 درهم. والباقي الله يخلف عليهم، لا داعي لذكر اسمه. والله يخلف عليهم. الله يكثر خوت المبلغ كنا بغينا نديروا به شي بادره، الناس حبوا ان بعد مناقشه قلت لهم نعطيوها. الله يتقبل من جميع المحسنين. زوجة الحاج بوزيان الله يرحمها، زوجة الحاج بوزيان ندعو معها بالرحمه والمغفره وثبات الاجر ان شاء الله. هادشي اللي كاين. الله يتقبل من الجميع الخوت. كنتمناو الصوت ديال هاد الناس يوصل، لان هذا فيديو اعتبره بانه فيه معلومات مهمه يجب التدخل سريعا قبل وقوع كارثه.